دابا هو الكرغولي. سامعك. دابا هو الكرغولي ملي كيسمع الخطاب المتداول عندهم من الكبير الصغير ديال قضية الصحراء الغربية، فهي قضية أممية مسجلة لدى الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. يعني هاد الجملة دابا اللي قلت تقريبا شحال فيها؟ ما فيها حتى 5 ثواني، حتى 10 ثواني، 10 ثواني ما كاملاش. يعني تكتب في السطر، يلا راه كملتي السطر. هذه هي الجملة الوحيدة اللي بنات عليها الجزائر أحلام ديالها لمدة 50 سنة. تقدر ديرها أنت؟ وأنا ما نقدرش نديرها. واحد ما يقدر يديرها، وحيت هي بصح كاينة في اللجنة الرابعة. هذه جابوها بصح. دابا هذوك الجزائريين الأميين هما راه كيشهدوا على أن تقريبا راه 90%، 95% من الشعب الجزائري اللي هو متلقى لا قراءة لا كتابة ديغون المدة ديال الوجود ديالو في ديك البلاد، بحيث ان ديك البلاد ابار الكتاتيب القرآنية ما خضعاتش شي، ما خضعاتش شي اصلاحات شاملة وتعرضات، والمدينة المدن ديال تما ديال دازوا من يعني أنظمة اللي هي حداثية، وبنات المدارس ودارت جمعيات ودارت هذا ديال التوعية ومحاربة الأمية هنا والتمدروس وداك الشيء. هادشي كامل هذوك لي ريجيون ديال الجيري لداخل ابار قبائل ما خضعوش لهذا الشيء هذا اللي كنهضروا فيه. وهذا الشيء اللي كنهضروا فيه هو اللي ميز المغرب عليهم خلال منذ عبر العصور، حيث المغرب معروف لدرجة ملي كت كتقرا بكري، كنتي كتقرا الأحكام وتقرا القرآن، كنتي كتمشي لواحد الجامعة اللي هي قديمة سميتها القرويين. وبذلك القرويين كانت يعني كتقرا فيها تقرا فيها الفلسفة الإسلامية، تقرا فيها الفكر الإسلامي، تقرا فيها التفاسير ديال القرآن، تقرا فيها المذاهب الأربعة. هذه هي جامعة القرويين. هادشي اللي كانوا تيقراو بكري. يعني كما تنقولوا دابا في الألمان، كاينه في الألمان واحد الفرع من في الجامعة سميتو اسلاميش فيسنشافت. اسلاميش فيسنشافت هي العلوم الاسلاميه. يعني في الالمان تتقرا في لافاك في الالمان، وكيقريوك المان مستشرقين وعرب من لبنان ومن المغرب واكسيتيرا. المهم تقريوك معترفين على ان هاد البرايش، يعني هاد البرايش، يعني هاد الفصل الدراسي ولا هاد الشابيتر ولا هاد المواضيع، فهي طرقة الإنسان يعتبرها مواضيع اللي هي ما يفهمها إلا الإنسان اللي هو أدولت مشبع فكريا، كيزيد كيتعمق. لأن بحيث ملي كتبدا تقرا على الفارابي، ولا تقرا على ابن سينا، ولا تقرا على العلماء المسلمين ديال ابن رشد، والكتاب ديال الرد لا التهافت، كتاب التهافت ديال ابن رشد، وبزاف ديال الكتب اللي هي كانت كتجاوب مع هذا الكتاب ديال التهافت ديال الرد. هناك جا يعني باش تعرف بان كان هناك واحد تناغم فكري، واحد ماشي صراع، واحد تضارب فكري، واحد يعني واحد كيرد على واحد فكريا. كيجي داك الكتاب ديال التهافت، جا ما عرفتش شكون هو هذاك اللي كتب واحد الكتاب حتى هو فلسفي. يعني هادشي كلشي تنقول لك في السيركوي ديال في السيركوي ديال الاسلام، سميتو تهافت التهافت. فهمتي؟ يعني كانت واحد الديبا انتيليكتيال، واحد النقاش فكري عميق، وداك الشيء كان كيدرس عندنا في القرويين. يعني كاع داك الشيء العلوم اللي كانت في الشرق وفي الغرب وفي الاندلس كانت كلها كتلقى العصير ديالها كيخرج من جامعه القرويين، اللي هي اقدم جامعه في العالم. كنقول هذا الشيء هذا بحال هذا الشكل، هاد التحركات، وهاد لي موفمون انتيليكتيال كولتوريل ما كانتش في الجيري، كانت في ديك لي بيي اخرين. كان الناس ما فاهمينش. فاهم حقيقه، سي فري فاهمين. اي ودن المغرب تيصلي، العصر تيصلي، تيعرف الله، تيمشي بالعقل ديالو بعيد، النجوم، القمر، الشمس، وهادي
وهذاك الشيء كلشي يعني بقاو شادين في الدين، فهمتي، شادين في الدين. هما راه ما تفرغوا من الدين، راه ما تفرغوا تفريغا يعني شاملا. واللي بقى انا نحكي لكم كيفاش، واللي بقى كملوا هذاك بوتفليقه، انما التفريغ الديني فرغته الاتحاد السوفيتي كشرط اساسي ديالها باش ترقي ديك البلاد، بحيث بان فرنسا ما بغاش تدخل معاهم في التوعيه، ما بغاش تبان، لان الوجود ديالها كاين غير مرغوب فيه. فرنسا ولات ان بيرسون كيسمى بالقانون الدولي سميتها بيرسونا نون غراتا. ما يقدرش واحد فرنسي يقري الجزائري شي حاجه، ما يقبلوش. ولذلك ملي جابوا الروس كانوا فرغوهم من المحتوى الديني تقريبا كامل، حيث دخلوا لهم كاع جميع الافكار الاشتراكيه، جميع في المقررات، ويعني درسوا لهم شويه بشويه. لا لاحظتيها الجزائر دابا كيهضر معاك بواحد ما فيه لا محنه لا دين لا دين لا مله، ما فيه لا رحمه لا حنان. الجزائري ولا كتشوف هذاك تبون هذاك قريحه كي دايرين باينه، لا شدك غيقسمك على 50 ماشي على 40. مبقاش فيهم محنه، مبقاش فيهم الحنان، مبقاش فيهم ديك الروح ديال عليك يعني في سبيل الله. هاد سبيل الله ما كايناش في الجزائر، يعني كانت قبل ما الحكم يشدوه هاد حرس جيش الحدود اللي هو قريحه وتبون وداك الشيء، يعني الجيش اللي هو موالي لفرنسا، هما اللي اتفقوا على ديال لي غوفرنمون فرونسي القدام، افيك لا بارتيسيباسيون ديال الغوفرنمون ا ليبوك ديال السوفيات. بون فوالا، هذاك الشيء راه باين كيدوز، يعني بزاف ديال المصالح اللي كانت كتفرق ما بين فرنسا بحال الروس كيخدموا كيخرجوا كيديروا، مي سي لا فرونس اللي كتبيع، لا فرونس اللي كتخلص روسيا، لا فرونس اللي كتخلص هذا كدير لا ديستريبيسيون لوروب ديال داكشي، سي لا فرونس كي لو في جيسكا مانتنو هي اللي كديرو. ولكن الروس قاموا بالدور ديال التفريغ، فرغوا الجزائر من المحتوى الديني ديالها، من الروح والقيم الاسلاميه اللي كانت فيها كلها فرغتها الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي اللي بقى كملت عليه روسيا. هذا باش تعرفوا علاش زعما علاش زعما هذاك الشعب اللي داير بحال هكا. دونك ملي تفرغ روحانيا هذاك الشعب، باش خصك تعوض ليه، باش خصك تعرف على ان المسائل الروحانيه كتلعب واحد الدور مهم في حياه البشر، في حياه الانسان ككل. سيرتو الانسان العربي المسلم اللي كان هو مولف مره كيسمع حكايات على الرسول، على الصحابه، على الدين، على الغزوات الاسلاميه، على المعارك الاسلاميه، على بزاف ديال الحوايج، يعني كما نقولوا نقولوا بدرجه السنات الاسلاميه هكا، فايتي ما تسمعهاش الجزائر، ما بقاش. ولا واحد 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 الجفاف روحي عندهم، واحد القسوه، ولا الانسان طالع عليه الدم ما عارفش مالو. الور باش هما يفورميوه ويبرمجوه ويردوا عنده سبب علاش هو طالع عليه الدم، جابوا الايديولوجيه ديال العدو الخارجي. ملي جات الايديولوجيه ديال العدو الخارجي، كلهم تلفوا على بعضياتهم، وكلهم دخلوا لهم الروح ديال الانتقام، الروح ديال الرد على الرد، والرد على الفعل، كما تيقولوا هما. راه مازال الان دابا كيقولوا حنايا اصحاب رد فعل، يعني حنا ماشي فاعلين. هذه سياسه وايديولوجيه وممنهجه، وكانت مدروسه، ما جاتش زعما تلقائيا ودارت. انا في هذا الفيديو غادي نحاول ما امكن غنجيب لكم واحد المقتبس ديال واحد ماشي فيوتون صغير، واحد امتي فيلم دار على كومون لا تيت غوفرنمون تاع الجيريان بدا كيشد الامور في الجيري، كيفاش بدا كيشوف المغرب، كيفاش خصو يصور المغرب في عقول ديال الجزائريين. انا نسردو لكم باش تشوفوه مزيان، يا بري غادي تعرفوا علاش هاد الناس كيفاش ولاو كيشوفونا بهذا الشكل.
هما ملي تفرغوا روحانيا، يعني هاد بوصباع اللي كنسميو حنا بوصباع الزرقاء، ما تعرف لا ربي العبد ولا صلاة لا هادي لا هاديك، تعرفها المغرب هار كامل وعقلوا فيها المروك، وصلوهم لدرجة بأن كاين ناس بزاف ما تيقدروش ينطقوا اسم المغرب كناية على الحكام ديالهم، بكثرة ما تيكرهش واحد الحاجة مبقاش يبغي يقول حتى سميتها، وهاد الشي هذا راهم كيديروا فيه، وهاد الشي هذا دابا هو اللي خلى اي حاجة كيردوا المرض ديالها، الاسباب ديالها وكيفاش وعلاش جات وكيفاش كان كيردوها المغرب. المغرب هو السبب اللي وقعت، المغرب هو السبب اللي وقعت، المغرب هو بحق. ولا المغرب شدوا هاد العداوه هاد العداء المغرب، قلنا بداك التفريغ داك التفريغ اللي في التفريغ الروحاني دخلوا فيه العداء على المغرب. تصور الانسان تكون مهني مرتاح بديك الروحانيات، حيدوها ودخلوا ليه العداء على المغرب، كيتنفس المغرب، كيتقلب على اليمين المغرب، مغرب يعني لواحد الدرجه اللي صعيب تبني واحد الامه بهذا الشكل، تبني واحد الشعب بهذا الشكل لولا ان الظروف ما توفرتش. هي في الحقيقه في الاول بس قدروا هما يفرغوا الناس من المحتوى والقيم الاسلاميه من العقل الجزائري، كانت عندهم فلوس وطلقوا الفلوس وخلصوا الناس وعطاو للناس، في الاول قبل ما تجي المشكله ديال الصحراء، قبل ما تجي المشكله ديال الصحراء عطاو الناس، طلقوا الفلوس من 63 64 65 66 هما طلقوا الفلوس لعباد الله، وتما فين عمروا الناس على المغرب. ملي جات مشكله الصحراء، ملي حنا الصحراء ولات طلعت لاسين انترناسيونال، طلعت البوديوم بالمسيره الخضراء وهذاك الشيء، حشروني يفهم بانهم هما دعاة حق وكيناصروا الحق وكيناصروا المظلوم، وبان المغرب ها هو ظلم، وهذوك الناس اللي ظلموا هربوا عندهم واحد البضعة الالاف، واحد الالف ولا 2000 ديال الناس اللي هربوا عندهم، شدوهم عندهم ولاو كيهضروا زعما راه جاتهم النفس عليهم، كيخاصموا علينا حنايا علاش درتوا معاهم هكا. وبالتالي هذيك هي الاشكاليه ديال هذيك هي اللي بناو عليها المنظومه على هذه القضيه هذه. يعني ما تدخلوه، ما واعرين وما تدخلوه، مالك مع هذا ما تهضرش معاه، زعما بغاو يحاميو ديك الهضره كما نقولوا، هما راه ماشي هكاك. هما هاد القضيه ديال بوليزاريو، اسبانيا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي والمغرب وداك الشيء، هذه حاجه اخرى. هذه هما اللي يمكن في العجنه اللي غادي يعجنوها في الفكر ديال الانسان الجزائري، عجنوها بهذا الشكل. اما هي مشكله ديال المغرب والاراضي ديالو وداك الشيء، هذيك راه حاجه اخرى، هذيك راه ترجع للتاريخ. وحنا مشكل كيما الفيديو اللي قبل منه، راه يمكن بواحد ردود الافعال كنت كنهضر فيها شويه عنيف شويه. شنو كنت كنقول حنا الهضره ماشي معاكم، حنا ما كنهضروش معاكم نتوما الجزائريين. هذوك اللي طير باتشي اللي مشاو لينا، هذوك حنا ما كنهضروش معاكم عليهم. انا كنهضروا مع لالاكم، كنهضروا مع فرنسا. فرنسا هي سبب المشاكل ديالنا، هي اللي كان عندنا معها مشاكل، هي اللي باقي عندنا معها مشاكل، هي اللي كنهضروا معاها. ونهار تسيني معنا الوراق ترد لينا داكشي، راه غدا ندخلوا لهم. ما نهضروش معاكم، ديروا اللي بغيتو. هذه من جهه باش تكونوا عارفين. لا هما حصروني يفهم. اما هو اللي جاي، راه اللي كان جاي راه في اسبانيا ملي مات فرانكو وجاو هاد الحكومه الجديده، ما بغات لا صداع مع المغرب لا والو، عندها الحقيقه المطلقه، وعندها التاريخ وعندها كل شيء، عارفه هذاك الشيء. النهار هذاك الشيء ديال المغرب، عارفه على الناس سكان الصحراء ذاك الوقت كانوا كلهم كيجيو للمغرب. سكان الصحراء كلهم راهم ساكنين في المغرب وساكنين في الصحراء. بحال كتقول انا ساكن هنايا وعندي العروبيه ليه، عندي صحراء ساكنين في طنجه وفي الرباط وحسيمه، وراه عندهم الخيام ديالهم والعائلات ديالهم وسميتو عليه الجذور ديالهم راهم من تما. يعني المغرب كامل، المغرب مشى على هذا العهد، عاش فيه قرون وقرون بهذا الشكل هذا. وهذا الشيء عارفينه الكور، عارفينه الاوروبيين والغرب، عارف هذا الشيء هذا.
وحنا مشكلتنا مع الغرب ماشي مع الجزائر. الجزائر سونيكا واحد السيد سيكوريتي ولا شنو كريتي غيخدم لك شي خدمه، تيخدمها لك ملي غادي يسالي. شوف الله اعلم شنو غيدير، ما انا فهمتش الغرب شنو يدير مع الجزائر ملي الامور غادي تفك. اللي عنده شي حق غادي ياخذو، اللي عنده شي ارض ديال كما تيقولوا دابا ما تبقى لا موروثه على الاستعمار والو، حدود كلها اللي عنده شي حق غيرجع ليه. اللي عنده شي حدود ديالو شرعيه غادي يديها بقوه التاريخ وقوه الشرع والقانون والتاريخ. هذا هو، ما غاديش يحتكموا الاستعمار، لان اصلا الانسان شنو كان حارب الاستعمار. وانت ورثتي لي هذه الارض، ورثتي علامه، ورثتي الاستعمار. حنا اش نديروا دابا؟ واش تنحاربوك انت؟ نحاربوا باك وامك؟ تحاربوا الاستعمار. كيفاش انت تقول لي انا ورثت على الاستعمار؟ وراه هذه الكلمه اصلا ما دايزاش، كان منطقيا مع داكشي اللي كنديرو ما خداماش لينا. سير قولها، يمكن في فرنسا يساندوك. هذيك ملي كنتو نتوما تما اولي فرونسي، ملي كنتو في لافريك كان عندكم هنا وهنا وهنا، دابا انا خديتها قالوا لي الاخرين لا، حيد صافي. انا قلت لهم لا، هذه راه ديال فرنسا، فرنسا هي اللي كانت هنايا، انا ناخذها. بيان سيدي فرنسا يقول لك فازي سير خذها، والاخرين يقول لك انت سير شنو فرنسا، فرنسا مشات وسير بحال شنو فرنسا، الطيران داكشي اللي هنا. حنا هاد الهضره اللي كنقول دابا مازال ما وقعتش معكم نتوما، غتوقع غير حنا تيبغيوش الناس ديالنا نخوه بزاف، وفهمتي الناس واحد تيكون نقي وملي تيكون هذا ما تيبغيش يهضر مع الخماج، ما بغاوش يحلوا المشكل من الف ب، بغاو يبداوها من ب جايبينها حتى الفوق. يبداو بالعكس، يبداو بالعكس. كما البشر مع الهواء، الانسان كيتنفس الهواء كيطلق ثاني اكسيد الكربون، والنباتات كتنفس ثاني اكسيد الكربون باش كتطلق لك انت الهواء. هكا لافير ديال الجزائر مع المشكل الكونفلي ديالنا مع الجيري بحال هكا. الناس ديالنا واخدين الامور متبعين القانون وبشويه عليهم، وكاع دوك لي بارول دونور، لي بارول اللي عاطينهم الناس، منظمات عالميه ومجلس الامم المتحده، مجلس الامن، اللجنه الرابعه، اللجنه 24، كلهم واعدين المغرب دوسمون على الطراب شويه علينا حتى غادي تفصل الامور. ملي يتسحبوا الملف يتسمح من جميع الهيئات، انا داك صافي غادي تبقى سميتو عليه. دابا الحمد لله لي دوسي كيما نقولوا هاد الايام راهم بداو كيتفورما بوحدو تلقائيا. حنا ما نقولوش تلقائيا، حنا تنقول تلقائيا حيت حنا مخلين فرنسا على خاطرها، ما دايرينش عليها سيف باش تجيب لينا هذوك الحجاج. حنا عندنا هذوك الحجاج والدلائل اللي عندنا حنايا، لومولوغاسيون ديالهم راه في فرنسا. حنا بغينا فرنسا تجيب داكشي اللي عندنا. الا هذاك الشيء اللي عند فرنسا هو اللي عندنا، يعني راه هادشي كاين بصح. دونك هنا حتى الدوسي الشرعيه لا ليغاليتي لا ليجيتيميتي ديال الدوسي غادي يكون في لي ناسيون زيني، في لا شومبر دو سيكوريتي، غادي يكون عيتاغري الملف، عيتقبل، عيتحط في اللجنه 24 ولا اللجنه الرابعه ديال تصفيه الاستعمار في الصحراء الشرقيه. وغادي تكون اما الصحراء القديمه، صحراء العيون الداخله، الصحراء الغربيه المغربيه، هذيك غنكونوا حنا سالينا، هضرنا سالينا. انا هذه هي الخدمه هكا غادا تمشي. نقدروا ما في الحياه ديالي انا نقدر هذا الموضوع، هذا الكونفلي ما يتسالاش، ولكن غادي يتسالى، لان حنا عندنا كل شيء وحنا غادي دقه هذه راسنا وغادي نضربها. وحنا يا ربي دابا نتكافاو مع هذا الشيء اللي هنا، يعني داك الشيء اللي جاي الحمد لله ملي يجي لقينا سالينا بزاف ديال، يعني جهزنا البلاد عمرانيا وقانونيا وكل شيء، وتكون كل شيء كامل حتى لا جات هذيك البلاد. خلاوها الالمان، قال لك نهار رجعوا المانيا الشرقيه، راه قال لك واحد رئيس حكومه ديك الساعه كان من الاجتماعيين الديمقراطيين، شكون الحزب الاخر ماشي ديال هيلموت ديال فيلي براند، قال لهم الالمان قال لهم wir haben 16 Millionen Menschen aufgenommen. شنو هي فيها 16 مليون aufgenommen؟ شنو هي aufgenommen يعني بحال اللي حنا كنا المانيا فينا 60 مليون، وحنا زدنا علينا 16 مليون في دقه واحده. وفهم شنو هي 16 مليون في دقه واحده؟ كنديروا ليها تندمجوها. باش الدمجه خصك ليها هذه باش الشعب الالماني يتفهموا فينا. انا على ليبوك كنت تما وحضرت،
الناس تكالمات، نقصوا لهم بزاف بزاف. هادي حتى الشعب الالماني ساهم وداكشي باش فكوا الجره. راه دابا ملي كتمشي كتلاحظ ما كاينش فرق ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، بحيث فيهم عمران وداكشي. بحيث في العمران وداكشي تقريبا دابا ولا كلشي فحال فحال. هادشي علاش كنقول لك انا، الا كنقول لكم بان هما ملي حشروا نيوفهم في الصراع ديالنا حنا مع بوليزاريو، هذيك غير الخلعه، هذيك غير خلعه. لان البارول اللي تعطات ليهم على كولوم بشار وتندوف، ما تقالش ليهم بان فوزيت ايسي يعني بور اون ايترنيتي. ما تقالش ليهم بهذا الشكل، ما تقالش ليهم راكم عندكم، راه غادي تكونوا هنا يعني وجود دائم ايترنيل، يعني ديالكم. هاد الارض راه ديالكم، ضميتوها للبلاد ديالكم بالوجود بالحقبه الاستعماريه ديالنا. يعني حنا استعمار عتورثوا علينا. اللي هضر معاكم تقول لي حنا ورثنا على الاستعمار. يعني الا كانوا الدول كيدابزوا بيناتهم كنقولوا الحدود، يعني كيما خلاها الاستعمار نخليوها باش ما نتحاربوش. لا خويا نتحاربوا، لا خويا تحاربوا ما يخليها الاستعمار. هادشي هما عارفينه. ولكن لي فرونسي قالوا لهم مي ديبرويفو، يعني تحركوا، ديبانيو راسكم، ديروا شي حاجه، خلقوا شي حاجه، خلقوا لهم مشاكل، خلقوا لهم دوله، خلقوا هادي، خلقوا هادشي اللي دار. علاش تجمع القدافي وتجمع هذاك بوخروبه اللي تسمى بومدين، من بعد ما كان سميتو بوخروبه تسمى على واحد الشخص بومدين. وبين قوسين واحد بزاف بامال دو فوا كنشرح هاد القضيه ديال بومدين. هاد بومدين هذا راه كان واحد المفكر، واحد السيد لاباس عليه في الجزائر، تقتل على يد المخابرات الجزائريه. وباش تبقى ديك السميه دايره خداها هاد بوخروبه سمى راسو بومدين. بحال كتقول هما راه مولفين هاد التزوير ديال يلبسوا واحد، كيلبسوا السميات، يلبسوا الاوراق كيما لبسوا هذاك ديال بوليزاريو سموه بن بطوش، لبسوه باسبورت. هذاك بوخروبه لبس راسو لبس راسو صفه اخرى سميتها بومدين. داكور. دونك هذه هي القضيه. هما ما باسكو ما عندهم حتى شي حاجه اللي هي كونكريت ملموسه قانونيه شرعيه، شي حاجه ليجيتيم يدافعوا بها على الصحراء الشرقيه. ما عندهمش. عندهم غير دابا كيما نقولوا مشاو في الاتجاه فاش دخلت الفلوس، فاش الشرواسه خدموا وجبدوا البترول. هما فرنسا داك البترول الاخر اللي خلات فرنسا خدموا ودخلوا الفلوس، وجات لهم هاد الايديولوجيه ديال شوف المغرب خصكم تحاربوه، يعني خصكم تضربوا المغرب بيد من حديد باش ما يطالبش في ديك الصحراء الشرقيه. وبغاو يديروها ومشاو في الاتجاه. والفلوس اللي كانوا كيشدوها بداو كيشريو بها السلاح. الشري عمرو دوك التكانات وعمرو دوك المطمورات كما نقولوا حنا بالدارجه في المغرب. مطمورات كندير فيهم الزرع، حفاري كبار بحال الخنادق معمرينهم مع سلاح. هادشي كلشي داروه وجدوا وكيتسناو السبب. جات الحرب، شاركوا فيها، دخلوا فيها، ما داروا والو. مشاو جابوا ناس اخرين ما داروا والو، وكانوا اكثر منا عدة وعددا، وهكاك ربحناهم. ايوا لفيت لي هما راه بحال اللي كيقول لهم الانسان نص عقل اللي كيقول لهم كيديروه. ايوا المغاربه داروا لهم هاد اللابق هذا ديال خداو الوقت الكافي باش يبنيو واحد السور من تحتها، حيت هما جاو الفوق كانوا كيجريو عليهم. الصحراء كامله راه باديه بديناها
من حدا القويره قرقرات، هو جاي صور واحد توصلنا للحدود ديالنا مع تيندوف، ويوم يديروا هذيك الساعه المغرب حبس، دار معاهم اتفاقيه ديال المعاهده. بليطو السنطه دارت، كانوا كيسميوها العسكر ليبوك كانوا كيسميوه السنطه. انا كان واحد السيد سميتو سي محمد كنا نقولوا ليه طنطان، كان تيجي كيجلس معانا كيجيب داكشي، يجيب كارو من الصحراء، يجيب هذا يجيب هذا، كان تيتهلا فينا ديك الساعه حنا تنقراو، وصاحبنا عسكري خدام كيجي داكشي كيعاود لينا على الصحراء الوجدامي الريم طروازيام ريم وداك بكري كنا نسمعو طروازيام ريم. قال لك المغاربه تيخلعوهم، تيخافوا منهم، تيخافوا لهم، ولا دوك الكوبيين لا ايرانيين لا داكشي كاع اللي شراو كاريينو. وتصور بنادم كاري راسو باش يحارب دوله كتصيفط الناس ديالها، تشد الفلوس تصيفط عسكر ديالها يحارب، كيما دابا هاد الفاغنر وداكشي كلهم عطيناهم قتله هربوا. داكشي اش بنينا الصور رتبنا صحه، والاخر ديالو درنا معاهم معاهده جريناهم. كان دخلوا الناس بزاف هذيك الاليبوك، كان كيسينجير، كان بزاف ديال الناس اللي هما مفكرين عالميين، رؤساء اللي هما تيفكروا بعيد، اللي عندهم النظر ديالهم بعيد، كيسمى لونفيرغر ديالهم اللي هو واسع، جراند لونفيرغر، بحال جيسكار ديستانغ داكشي. درنا معاهم درنا معاهم متحده، نمشيو نتفاوضوا متحده، نديروا استفتاء، يلا نديروا استفتاء. حنا الاستفتاء عندنا محسوم، باسكو السكان ديال الصحراء هما السكان ديال المدن، هما رحامنا، هما حنا، هما الناس ساكنه في مكناس، فاس، القصر، جديده، الدار البيضاء، كلهم الاساس ديالهم في الصحراء. يعني اللي غادي دير استفتاء كتقول انت راه محسومه 200%. وبداو، انا مازال عاقل، كانت في لا تلفزيون لاشين بريمير كانوا كيخطبوا كيقولوا اللي بغى يمشي يتسجل، اللي عنده الاصول ديالو صحراويه يدلي بها، وبدات الناس في العمالات كيدليو هادي وهادي، صافي مشات بداك الشكل. ولكن حنا هذا الشيء خلانا شويه د الوقت، ربحنا الوقت، تنفسنا. اشنو